حركية سموني أي حاجة، ولكن أنا إذا نضت الحرب بين الجزائر والإمارات أنا أكيد مع الإمارات. إني عشت كمقيمة في الإمارات وعشت كمواطنة في الجزائر، وكان عندي الحقوق كمقيمة أكثر من واش كان عندي الحقوق كمواطنة في الجزائر. المشكل هما ما راح يضرهم والو، يعني الجزائر هي اللي راح تنضر، باسكو هي اللي جابت روحها على كاع الدول ما عندهاش علاقات مليحة مع حتى دولة تقريبا. بصح الإمارات عندها علاقات دولية ملاح مع كاع. يعني شكون الخاسر في لافير؟ شغل حنا اللي نتقاسوا اللي رانا ساكنين هنايا بهاد الهضره الزايده اللي راهم يهضروا فيها، والتلفزيون الجزائري ما التلفزيون الجزائري. بغيت نقول لدوله الجزائر اللي راهي تهضر على الامارات، واش راكم موفرين للمواطنين؟ واش راكم موفرين للمواطن؟ مناصب شغل كي الناس وما كاينش، رانا نجو هنا نتعذبوا نخدموا 14 ساعه 15 باسكو مناصب الشغل غير متوفره والاجور ناقصه. والتعليم ما نهضروش، يعني كيفاش نهضروا على ناس عطاونا فرص وعطاونا، يعني واش الفايده؟ ما فهمتش اين هي الفايده من هذا الفعل هذا. وهذه المراه اللي راهي تهضر شغل حابه نفهم كيفاش قنعوك باش تهضري هكذا، يعني كيفاش قنعوك؟ وشخصيا وبصفه عامه نعتذر للامارات، لا تؤاخذونا بما فعل السفهاء منا، باسكو عشنا في بلادكم وكلينا من خيركم، وخيركم لاحقنا من راسنا لرجلينا. انا صراحه اعتذر على هذا التصرف هذا، وهذا الكلام مش ناتج علينا احنا ولا يمثلنا كشعب. مرحبا بك يا لالا. على بالك راسي حبس معاك. المهم لا علينا، الجزائر ما تسناش وحده كيما انتي خامجه باه تقف معاها. هذه الاولى. الجزائر عندها البنات الفحلات، عندها البنات الفحلات احفاد حاسبه اللي كافحوا على البلاد هذيك. انتي الوسخ تاع الجزائر ما نسناوش منك باه تقدم اضافه. حنا عارفين انتوما كي تروحوا الامارات واش ديروا. اسكو الجزائريات اللي في الامارات حاجه قليله يتحسبوا على السبع، ما همش كيما شنطه توت فاسون. شنطه هي اللي معروفه. انتوما اللي في الامارات المخيره فيكم تخدم في الطياره، مضيفه في الطائره، ولا تخدم حلاقه، ولا تماكيي حلا صالون دو ماكياج في الامارات. تسمى كي نقول لك مضيفه في الطياره على بالك واش ديري؟ مضيفه في الطياره وتهز كرعيك. حلاقه هاي ما تكفيكش الامارات، تهز كرعيك وتاع ماكياج وهذيك عفايس كيف شغل متخبيه ورا الميتي هذاك برك. باسكو الميتي هذاك المعيشه غاليه في الامارات ما تلحقيش. لازم تكوني بنت الامارات وباه ديري سلفيه من البنوك تاع الامارات باه تقدري تخدمي اليز. هذه الحاجه الاولى. اما الجزائر ما تحتاجش خانزه كيما انتي، فهمتي؟ انتي في البلاد كيما عندكش مكانه في البلاد، وحده موسخه سوسيال ديغولاس، كنتي من حجر الحجر وتهزي كرعيك. كيما قبلكش المجتمع لا سوسيتي رفضتك في الجزائر، سي بيان سير تقولي نقفي مع الامارات. المهم لا علينا. توت فاسون الفيديو هذا تاعك ما راح يغني، ما راح يجوعنا ولا يفقرنا في الجزائر. شغل حركتي روحك برك. هاي الجزائر دركا رايحه تقطع العلاقات مع الامارات، ديجا كبداو بالطيران، قطع الخطوط من الطرفين. العلاقات الدبلوماسيه الايامات الجايه رايحه تكون انقطاع علاقات مع الامارات. شكون اللي جات فيها؟ انت درك تحركتي مع بلادك. 50 مليون جزائري درك ويشوف فيك. الفيديو هذا راح يقعد لك الاحفادك والندامه تجي على الاخر. الجزائر ما قالتلكش قف معاي، بنات الجزائر الفحلات ما قالوا لكش انتيا ما تشرفناش، انا ما فهمتش مشكل ما بين دوله ودوله تخرج انتيا الاماراتي ما هضرهاش. واحد اللي ولد الامارات ما قالش انا نقف مع بلادي اللي بلادو صح، ولا جزائري قال لك لو تنوض حرب انا نقف معه. ما كان جزائري هضر على الحرب ولا هضر على مشكل ولا. حتى الاماراتيين نفس الشيء. تخرجي انتيا زعما تضرب الشيتا مليح، انا كنت نوض حرب مع الامارات نقف مع الامارات. ها وقفي برك مع سوتك، تعرفي سوتك، اقفي مع سوتك برك، روحي نط فيها يا السوسياله، حافظي على سوتك برك،
في الخليج، حافظي عليها، لان الشيء اللي ديتيه اكثر من الخبز اللي كليتيه. تجي وحده كيما انت خانزر نهار كامل ويا رافده كرعيها في الامارات، تخدمي في الباس في الامارات، تجي انا نقف مع الامارات، تفوها عليك لكان انت يا مراه. السلام عليكم.